السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بتلك الصلاة ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام للرجال وللنساء. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من رجل، المقصود بالرجل أي الرجل والمرأة، ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويمج ويستنشق فيستنثر إلا جرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. الله أكبر. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الواحد لو توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ فيحسن الوضوء ويوصل الماء إلى كل مكان المفروض يصل إليه ماء الوضوء، ويتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل في الصلاة وكبر الله عز وجل وبدأ في الصلاة يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويمجده ويفرغ قلبه لله ويخشع في تلك الصلاة ولا يفكر في أي شيء من أمور الدنيا. إن فعل ذلك في ركعتين انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، صفحة بيضاء ليس فيها ذنب ولا خطيئة. تعرف تعمل كده مرة في عمرك، وتعرف تعملي كده مرة، لو عملتوها هترجعوا من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.